الاستريبتوميسين. الاستريبتوميسين مضاد حيوي من أقدم المضادات الحيوية اللي بنتعامل بها في المزارع، وطبعا كلنا نسمع عنه. وأنا جاي لك النهارده باختصار أقول لك حكايته إيه وإمتى نستخدمه وإمتى ما نستخدموش، وإيه الآثار الجانبية اللي ممكن تعود عليك لو أسأت استخدامه. ولكن قبل أي حاجة زي ما تعودنا هنذكر الله ونصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في تعليقات، وما ننساش اللايك والشير والمتابعة علشان يوصلك محتوانا دايما باستمرار. طيب هنتكلم باختصار عن الاستريبتوميسين، وعايزك تبقى فاهم قبل اي حاجه ان الاستريبتوميسين ده يبقى ابن عم النيوميسين اللي اتكلمنا عنه قبل كده، وكمان ابن عم الجنتاميسين اللي لسه ان شاء الله نتكلم عليها الفتره الجايه. طيب بنشغله امتى ولا بنشغله في ايه؟ هو يعتبر شغال معه بنسبه 80 90%. طيب بنحطه في ميه شرب ولا بنديه ايه؟ انا عايز اقول لك انك لما بتحطه في ميه شرب بيكون زي قلته، لانه بيكون امتصاصه ضعيف جدا في الامعاء وما بيوصلش لاغلب خلايا وانسجه الجسم. اما لما بيكون في حقنه او في حقنه بيوصل لكل انسجه الجسم في وقت قليل جدا وبتقدر تستفاد منه. طيب امتى بقى ما نستخدمش الاستريبتوميسين؟ الاستريبتوميسين زيه زي اي مضاد حيوي ما بيشتغلش على الفيروسات، وزيه زي النيوميسين اللي اتكلمنا عنه قبل كده ان هو ما بيشتغلش على الميكوبلازما او اغلب الامراض التنفسيه، لان في ناس برضه بشوفها لما بتلاقي عندها ميكوبلازما والكتاكيت لسه صغيره يجري يقول لك انا هدي حقنه جنتا مع ستريبتو ومع سوفتاكس مثلا. طيب انت عندك ميكوبلازما، الجنتا ملهاش علاقه بالميكوبلازما ولا الاستريبتو له علاقه بالميكوبلازما، طب انت ليه بقى بتهلك في كلة الفرخ مضادات حيويه عمال على بطال؟ فعايز برضو ناخد بالنا من التفاصيل الصغيره دي يا جماعه، ومش اي مثلا طشمه او مضاد حيوي نجري على حقن عشوائي. طيب يبقى الاستريبت عموما شغال او بنشغله حقن. طيب الفتره الاخيره ديت استخدامه قل جدا، ليه؟ وده لان في ناس كتيره جدا او في مضادات حيويه كتيره طلعت الفتره الاخيره اقوى منه وبتدي نتائج اعلى منه واضراره على الفرخ اقل بكتير. طيب ازاي ولا زي ايه؟ طيب يعني نتكلم على الآثار الجانبية اللي ممكن تعود على الفرخ من الاستريبتوميسين. عايزك تبقى عارف إنه زي أي مضاد حيوي بينزل يأثر على الفلورا المعوية والبكتيريا النافعة في الأمعاء. وكمان عايزك بقى تعرف أكتر عيب للاستريبتو برضه قبل ما أنسى، إنه بيكون تقيل جدا على الكلية، ولازم ولابد إنك تنزل بعد منه بزاوية غسيل كلية محترم، لأنه بيكون أو بيسيب ترسبات كتير على الكلية وبيكون تصرفه صعب شوية. فمش عايزك تجري عليها وتستخدمه، وخصوصا ان في الفتره الاخيره استخداماته قلت جدا وما عادش ما عادش ليه قابليه، او ما عادش في ناس او ما عادش عليه طلب زي الاول في السوق عموما. يعني بقى في حاجات اقوى واحدث منه بكتير يعني، وما لهاش اثار جانبيه او مش تقيله على الفرخ زي الاستريبتوميسين. طيب يعتبر احنا كده لخصنا اغلب الكلام اللي يخص الاستريبتومايسين، وقلنا تاثيره على الكبد برضه عشان ما ننساش يعتبر بسيط، ما بيأثرش على الكبد قوي، هو المشكله في الكليه بس. وامتصاصه قلنا دم، ما بيشتغلش على الفيروسات، ما بيشتغلش على الميكوبلازما. بيتحط برضه او بيشتغل كويس قوي في حالات الايكولاي وحالات السالمونيلا. طيب يعتبر كده جمعنا اكبر قدر كافي من المعلومات عن الاستريبتوميسين. ولو انت محتاج اي استفسار بخصوص الاستريبت او اي مضاد حيوي او اي حاجه عموما في مجال تربيه الفراخ البيضاء، سيبها لنا في تعليق وباذن الله ارد على تعليقكم كامله. ولو وصلت لحد نهايه الفيديو هنا ما تنساش تذكر الله وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام في تعليقات، وما تنساش اللايك والشير والمتابعه علشان يوصلك محتوانا دايما باستمرار. اخوكم ابو نوح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.